بدون لبن ولا زبادي ولا بيكنج باودر هتعملي احلى بسبوسه طريه طراوه غير طبيعيه، ولونها الخطير ده بمكونات سهله وبسيطه وبطريقه مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بسبوسه اقتصاديه جدا وطعمها خطير، ولونها وشكلها اللي انتوا شايفينه ده بيتكلم عن نفسه. يلا كده نبتدي الوصفة على طول ونقول بسم الله. اول حاجة بجيب طاسة على النار بسخنها كويس جدا واضيف عليها نص كوباية من السكر وربع كوباية بس من المية، يعني تقريبا 3 معالق كبار من المية، ما بلمسهمش تماما. وبعد كده اول ما بيديني لون ذهبي ببتدي ان انا اقلبه كده بالاسباتيول، وبعد كده اول ما تفك معايا تكتلات السكر تماما بضيف كوباية مليانة من الزبدة على سمنة او سمنة بس او زيت وسمنة الموجودة عندك المادة الدهنية، وبضيف عليهم كوباية وربع من المية وبقلبهم كويس جدا لحد لما تفك معايا التكتلات تماما. بضيفهم في بوله عشان يبرد يكون بدمع العين كده. في اللقطه دي المقطع للاسف اتحذف. ابتديت بعد ما بردت معايا الخليط ضفت عليها 3 كوبايات ونص من دقيق السمولينا الناعم، وبعد كده لخبطتهم وجبت صينيه 30 في 30. دي مقادير صينيه 30 في 30. بعد كده ابتديت ان انا احط فيها الخليط واسويه ودخلته الفرن على الرف الاوسط بدرجه حراره 180 لحد لما تديني لون ذهبي من الجوانب. بكون محضره بقى السيرب بتاعي، كوبايه ونص من السكر، كوبايتين من الميه، وعصره نص ليمونه. اول ما ابتدي الغليان بهدي عليها النار لمده 7 دقايق بس، وبطفي عليها. السيرب يبقى ساخن جدا والبسبوسه تبقى سخنه، بسقي بيها البسبوسه كده السيرب والاتنين يكونوا سخنين. وبعد كده بسيبها تتشرب معايا البسبوسه السيرب تتشرب معايا السيرب تماما. وطبعا ممكن حط عليها مكسرات وممكن تسيبيها ساده، وبعد ما تبرد بثلاث اربع ساعات. ويستحسن اي حلويات شرقيه زي ما احنا متفقين بنسيبها تبرد تماما، ويستحسن تكون بايته. بجد خطيره، شايفين القطعه عامله ازاي ولونها خطير، وبدون زبادي وبدون بيكنج باودر وبدون حليب. بجد طعمها حلو جدا، مش هتفرق خالص عن اللي بتعمليها بالحليب او الزبادي. جربوها تعجبكم جدا.